مالك قاعدة حزينة كده ليه؟ وحاطة ايدك على خدك كده ليه؟ شايلة الهم كده ليه؟ جوزك مش عايز يدفع النفقة؟ براحته. رحتي المحكمة ورفعتي دعوة على جوزك واخدتي حكم عليه بإلزامه بدفع مبلغ النفقة ليكي وللعيال، وهو برضو مش عايز يلتزم ويدفع لك النفقة، وبيقولك ان انت طالما رحتي المحكمة خلي المحكمة تنفعك. براحته. بيقولك اعملي اللي انت عايزاه ومش هتطولي مني ولا جنيه. براحته. جوزك لما يقولك كده وانت واخدة حكم نفقة عليه ما تزعليش، شيلي ايدك من على خدك وتعالي اقولك هنعمل ايه، وهتاخدي حقك بالقانون برضو. في الحالة دي لما جوزك يقولك انا مش دافع المبلغ النفقة اللي محكوم عليا بيه وشوفي هتعملي ايه، اعملي اللي انت عايزاه، انت في الحالة دي بتعملي ايه؟ بترفعي دعوة تانية. الدعوة التانية دي اسمها دعوة متجمد نفقة او دعوة حبس. دعوة متجمد النفقة ودعوة الحبس دي بيتم كتابة صحيفة الدعوة وبتعلني بيها، ومن ضمن المساندات اللي بتقدميها بتقدمي الصيغة التنفيذية في دعوة النفقة، الحكم النفقة اللي انت واخداه اللي انت مش عارفة تنفذيه عليه، فبتاخديه وبتقدميه في صورة منه فين في دعوة متجمد النفقة، وبتقدمي برضو على شهادة بعدم حصول استئناف أو ما تم في الاستئناف، على حسب لو كان في استئناف والاستئناف حكم بإيه بتقدمي حكم الاستئناف أو شهادة بعدم حصول استئناف لو كان مفيش استئناف تم. وبتطلبي من المحكمة عمل تحري على قدرته على الدفع، وبعد ما بيجي التحري على قدرته على الدفع وبتقدميه للمحكمة مع المستندات اللي احنا قلنا عليها ديت، المحكمة في الحالة دي بتشوف هو قادر على الدفع على دفعتين ولا 3 على حسب درجة قدرته على الدفع. في الحالة دي برضو هو جوزك ممكن ما يجيش ولا يحضر اي جلسة من جلسات دعوة متجمد النفقة، براحته خالص. في الحالة دي المحكمة هتصدر عليه حكم بالحبس شهر. جوزك فاكر لو هو قضى مدة الحبس شهر ان كده دين النفقة سقط؟ للأسف لا، دين النفقة لا يسقط إلا بالأداء. يعني هو عايز يتحبس براحته يتحبس، بس برضه هيدفع النفقة، يعني حبس ودفع.